السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. شايفين كميه الصابون دي؟ صابون هيعجبك جدا. وبصي، ولا كان على البال ولا كان على الخاطر، ما كانش في دماغي خالص ان انا اعمل صابون. زي ما تقولي كده، يعني اضطريت اعمله اجباري. ليه بقى؟ تعالي عشان تعرفي ايه اللي حصل. الثلاث ازايز زيت دول المفروض انهم زيت جديد، والازازه الرابعه دي المفروض انها زيت مستعمل. هل في فرق بين الاربعه؟ انا عن نفسي مش شايفه فرق، بس في فرق كبير هوريهولك دلوقتي. التلات ازايز بالشكل اللي انت شايفاه ده، كل ازازه مرصبه تحت رواسب غريبه الشكل. اما الزيت المستعمل فحتى لو مرصب معروف انه زيت مستعمل، لكن الزيت الجديد ازاي يبقى بالشكل ده؟ ده زيت التموين يا جماعه، دي حصتنا من التموين. مش هقولك بقى لها مده ومركونه عندي، لا دي بتاعت الشهر ده. فلو حصل معاكي عمرك ما هتستعملي طبعا، لا في قلي ولا في تحمير ولا في اي غرض من اغراض الطبخ اصلا، ولا هترضي تديه لاي حد ممكن يستعمله في الاكل ويتاذي بسببه. فالحل هنا فرض نفسه، مفيش حل تاني غيره. على طول واجباري هنعمله صابون بلدي، نحوله من شيء ممكن يكون مضر ومؤذي لشيء مفيد جدا جدا وبالصدفه. وبأي مكونات عندك في البيت هنعمل صابون ناجح جدا جدا، ملمس ونعومة وبياض وريحة ورغوة ونظافة وتعقيم وتطهير كمان. هنشتغل بمكونين موجودين في أي بيت، نطلع بيهم صابون ممتاز، وهتتمني كل شهر يجيلك الزيت بالشكل ده عشان تطلعي منه الصابون التحفة ده. أنا وزنت كمية الزيت طلعت 3 كيلو، محتاجة لهم نص كيلو من الصودا الكاوية ولتر مية. هنقص منه كوباية عشان هستعمل سوائل تانية دلوقتي. هدوب الصودا وكالعادة هنسيبها تبرد. حتى لو عندك صابون تقدري تعملي الزيت ده صابون، هيبقى زيت جديد وهيطلع لك صابون متميز جدا، ممكن تبيعيه وتكسبي منه، وبتمنه هتشتري زيت نظيف تستعمليه بأمان للأكل. طبعا كل بيت فيه مسحوق بودر وفيه ازازة الكلور دي موجودين، مش هتروحي تشتري خامات من بره. الكيس ده مكتوب عليه شوية حاجات أغروني جدا ان انا اعمل بيه صابون. مكتوب عليه نظام تعقيم الملابس، مكتوب عليه يقضي على البكتيريا والفيروسات بنسبة 99.9، وكمان 6 في 1، وبريحة اللافندر حلو جدا. كل الكلام ده مكتوب برضو على ازازة الكلور على فكرة، عشان كده بقولك صابون مطهر ومعقم. ونص كوباية من الصابون السائل، كلنا عندنا صابون سائل في البيت. نص كوبايه من الكلور، وانا خدت نص كوبايه بس على الكميه دي، لان الكلور ده كلور خام مركز تركيز عالي، اكتر من 12% كمان. لو انت هتستعملي كلور عادي هتحطي كوبايه ونص، وتخصمي الكوبايه ونص دول من كميه الميه اللي انت هتدوبي فيها الصودا. معايا 3 اكياس من المسحوق، وزن الكيس 60 جرام. انا هاخد كيس ونص دلوقتي، وهيبقى معايا كيس ونص هضيفهم في مرحله تانية. يبقى انا حطيت الكلور وحطيت نص المسحوق على ال3 كيلو زيت، وهقلبهم تقليبه حلوه كده، يعني لمده 3 4 دقايق. بعد كده هنزل بالصودا واقلب لحد القوام ما يبتدي يتقل، برضو هتاخدي حوالي 5 أو 10 دقايق تقريبا. المفروض ان ده زيت جديد وهياخد وقت وانت بتقلبيه عشان يديكي اثر، فانت هتطولي بالك. المكونات كمان اللي احنا اشتغلنا بيها هتسرع لك من العمليه دي. هتقلبي زي ما بقول لك كده لمده 10 او يعني ربع ساعه. بعد كده ممكن تقلبي شويه وتريحي شويه، مع اخر دفعه من الصودا هيبتدي القوام يتقل معاكي. على فكره انا عندي صابون كتير، يعني عندي صابون صلب كتير، وما كنتش محتاجه صابون في الفتره دي، بس لازم هو ده الحل زي ما بقول لك كده، فرض نفسه صابون اجباري يعني. بس هيطلع اروع صابون هنعمله ان شاء الله باذن الله. خلاص ابتدى القوام يتقل معايا، هضيف بقى باقي المسحوق اللي معايا اللي هو كيس ونص. يعني انا حاطه 3 اكياس، وزن الكيس 60 جرام، يعني تقدري تقولي على ال3 كيلو زيت 200 جرام او ربع كيلو من المسحوق. هقلب وهضيف بقى نص كوبايه الصابون السائل. كل حاجه اشتغلنا بيها النهارده ليها ريحه عطريه. الكلور ريحته كلور اصلا، ريحه نظافه وريحه تعقيم. المسحوق بريحه اللافندر، والصابون بريحه التفاح الاخضر، الصابون السائل ده. هنضيف كمان دلوقتي علشان احنا شايفين الرواسب اللي في ازاز الزيت، اكيد طالما الزيت مرصب كده يبقى زيت قديم وريحته وحشه، فهنحط نص معلقه متوسطه من النشادر، وهنقلب بقى لحد ما نوصل لاثر، وبعدين هنصب الصابون. انا هعمله بطريقه انت مش ملزمه بيها، يعني انا هعمل نص الكميه بلونها الابيض العادي، وهعمل النص التاني اضيف له زهره زرقاء عشان يديني لون للصابونه، لان انا الصابون ده انا مش محتاجه له، انا هبيعه. عندي صابون كتير زي ما بقولك كده، فعايزه اخلي الصابون يعني شكله جميل ولونه حلو، علشان لما اجي ابيعه يتسوق بسهوله ويجيب لي كمان سعر كويس. اقترحوا عليا بقى اخد في قطعه الصابون دي قد ايه، سعروها كده وادوا لها سعر، اكتبوا لي في التعليقات.
الكميه دي 3 كيلو هتطلع عدد قطع يعني معقول. عايزه اقول لك ان وزن القطعه الواحده ربع كيلو، 250 جرام، وفي كمان 220 وفي 200 على حسب ما صبيتي في القالب نفسه. انا صبيت في القوالب وسبته على بال ما تماسك كده، وبعدين قفلت العبوات كلها وهركنها بقى لما تنشف براحتها خالص. هتاخد معاكي يوم، تاخد معاكي يومين، زي ما يكون. المهم تسيبها تنشف عشان لما تيجي تفرغيها تحتفظي بشكل القالب زي ما هو كده بالظبط، من اول قطعه لاخر قطعه. انا كمان طولت بالي قوي لان الصابون ده زي ما بقولك انا هبيعه مش هستعمله في البيت. هبتدي افرغ القوالب، وزي ما انت شايفه كده النتيجه ممتازه، والقالب طالع من الصابون طالع منه ما شاء الله. القطعه متماسكه ومش سايبه اي اثر في القوالب خالص، وناعمه جدا وفيها لمعه وليها ريحه عطريه حلوه قوي. صابون بزيت جديد، صابون بمعقم ومطهر، صابون بمعطرات كتير، صابون انت عملتيه صحيح غفله كده، لكن سبحان الله رب ضاره نافعه ورب صدفة خير من ألف معاد. يعني حاجة كده جاية معاكي بالصدفة، حاجاتها كلها عندك في المطبخ، عملتيها من غير ميعاد ومن غير ترتيب، بالبركة. وشغل البركة ده صراحة بيطلع ما فيش أحسن منه، بالذات مع النية السالكة طبعا، والحمد لله كلنا نيتنا سالكة. لون الصابونة اللي بالظهر دي لسه هيفتح كمان أكتر من كده، وهيبقى لونه موف تحفة. يعني انت لما تيجي تشتري مني قطعه صابون زي دي واقول لك فيها اي رقم هتاخديها وانت راضيه، لان الصابونه بتنطق من كتر الجمال. وادي الشكل واضح قدامك اهو، البيضه بيضه فاتحه، والموف درجه حلوه قوي ومش مقصوده، وكل المكونات اللي احنا عملنا بيها الصابون موجوده في البيت كلها، وكلها بتعقم وبتطهر وبتعطر. يعني حاجه كده، حتى النشادر هتخلي الصابونه معقمه ومطهره. اقترحي بقى عليا ابيع القطعه بكام؟